طبعا منذ بداية وصول فيروس كورونا إلى دول الجوار وحتى قبله لدينا تواصل مع أغلب المنظمات العاملة في المجال الطبي وبالتحديد منظمة الصحة العالمية، وتواصل مستمر، وبالتحديد زاد هذا التواصل بعد وصول الفيروس إلى مناطق النظام والدول الجوار. ولكن على أرض الواقع ومن ناحية تقديم الخدمات ومن ناحية تقديم المساعدة، للأسف الشديد حتى هذه اللحظة لم يتم تقديم أي مساعدة طبية لوجستية من قبل منظمة الصحة العالمية، وحتى التعاون المطلوب من منظمة الصحة العالمية بإيصال عينات من أشخاص مشتبه بهم إلى مخبر مركزي في دمشق، حتى هذه اللحظة نلاقي صعوبة وعدم تجاوب في هذا المجال. طبعا منظمة الصحة العالمية هي منظمة أممية ومطلوب منها أن تقدم المساعدة لجميع الشعوب وليس للسلطات الموجودة، هي معنية بمساعدة الشعوب، ولكن للأسف الشديد هي تقدم مساعدات فقط للنظام السوري ومناطق النظام السوري، وفي الآونة الأخيرة قدمت مساعدات لمناطق الائتلاف، المناطق المحتلة من قبل المرتزقة التركي، الاحتلال التركي، ولكن بمحاولات مستمرة لتقديم على الأقل مساعدات شبيهة بما تقدمه تلك المناطق لمناطق شمال شرق سوريا، للأسف الشديد لم تصلنا حتى هذه اللحظة أي مساعدات من منظمة الصحة العالمية. أهم شيء حاليا نحتاجه هو جهاز PCR الذي يكشف إصابة فيروس كورونا ويشخص تشخيص نهائي للإصابة بإصابة أو لا لأي شخص مشتبه بهم. هذا الجهاز مهم جدا وهو غير متوفر في شمال وشرق سوريا، فقط موجود في مناطق في دمشق في المخبر المركزي هناك، وفي الآونة الأخيرة تم منح هذا الجهاز لمناطق مرتزقة تركيا في بإدلب بالتحديد. هذا الجهاز مهم جدا للكشف النهائي لهذا الفيروس، ولكن محاولات مستمرة حتى هذه اللحظة لم نستطع الحصول عليه. كما ذكرنا التواصل دائم مع منظمة الصحة العالمية، وطلبنا منهم رسميا ببعض النقاط، كان منها فتح مجال وفتح ممر لإرسال هذه العينات إلى دمشق، حتى هذه اللحظة التجاوب غير موجود. طلبنا منهم في نقاط أخرى التعاون، ولكن حتى هذه اللحظة التعاون لا يرتقي إلى الأزمة الحاصلة في شمال وشرق سوريا.